هادشي اللي وقع دابا في مالي فات كل التوقعات. تخيلوا معايا وزير الدفاع اللي هو العقل المدبر ديال النظام المالي كيتغتال في قلب دارو بطريقه هوليوديه، والرئيس مالي اسيمي غويتا كيختفي تماما وما بقاش كيبان، ومدينه قيطال كطيح من يد مالي رسميا. اما القوات الروسيه اللي كانت كتعتبر راسها قوه ضاربه كتنسحب في مشهد مذل. وهادشي كامل اللي وقع بالتنسيق اللي ما كانش من قبل بين جوج اعداء اللي هما جبهه تحرير ازواد وجماعه نصره الاسلام والمسلمين تابعه للقاعده، وزيد عليها اتهامات بتدخل اوكرانيا واسلحه غربيه في هذه المعمعه كامله. فشنو وقع بالضبط في هذا الهجوم وكيفاش وقع حتى مات وزير الدفاع، وعلاش الهجوم كيتعتبر اكبر فشل استخباراتي روسي، واهم حاجه هي علاش هادشي اللي وقع دابا في مالي اذا استمر يقدر يضر ببلادنا والمغرب الكبير كامل. باش تفهموا قوه الصدمه اللي عايشها النظام المالي اليوم خصنا نبداو نفهموا اشنو وقع في مدينه كاتي. هاد المدينه ماشي اي مدينه، حيت هنا في كيسكنوا فيها كبار جنرالات وفيها الاقامه ديال الرئيس اسمي غويتا ووزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا. مع الفجر ديال نهار السبت وتحديدا قبل 6 ديال الصباح هاد المدينه غادي تتعرض لاختراق امني ما عمره طاح لهم على البال. المهاجمين استعملوا سياره مفخخه واستهدفوا مباشره الدار ديال وزير الدفاع، وبهذا الانفجار ريب الدار وماشي غير الدار بل حتى المسجد اللي كان حداها راه فوق المصلين اللي كانوا كيصليوا الفجر. جنرال ساديو كامارا تصاب بجروح خطيره وتنقل للسبيطار ولكن في الاخير مات، وزيد على هادشي كيقولوا باللي حتى القيادي البارز مودي بوكوني مات. الناطق الرسمي باسم الحكومه الجنرال عيسى عثمان كوليبالي خرج بالتلفزيون كيعلن الوفاه ديال وزير الدفاع رسميا، حيت من قبل كانت غير اشاعات وصافي. ودابا علاش مقتل كامارا بالذات كتعتبر ضربه قاضيه، حيت كامارا ماشي غير وزير بل هو مهندس حقيقي، هو اللي جاب الروس وطرد الفرنسيين وحتى حفظ السلام ديال الامم المتحده. بمقتله تقطع الخيط الرئيسي للتواصل بين مالي والروس، وهادشي اللي خلى الرئيس اسيمي غويتا يترعب ويتم الاجلاء ديالو لمكان سري ومحصن. ومن نهار السبت فاش بدا هذا الهجوم ما بان حتى شي خطاب. دابا اجي نشوفوا الشمال ديال مالي وبالضبط في مدينه كيدال. هذه المدينه هي عاصمه الطوارئ. في اواخر 2023 الجيش المالي مع المرتزقه الروس فاغنر اللي رجع سميتهم دابا الفيلق الافريقي وتابعين لوزاره الدفاع الروسي كانوا سيطروا عليها وداروا احتفالات كبيره وباعوا الوهم الشعب باللي راهم قضاو على التمرد. ولكن في هذه اليومين الموازين تقلبت 180 درجه. قوه جبهه تحرير ازواد بالتنسيق مع جماعه نصره الاسلام والمسلمين اللي تابعه القاعده حاصروا القاعده العسكريه في كيدال اللي متمركزين فيها الروس والجيش المالي، وفي الاخير لقاو راسهم في حصار وما عندهمش الحل، اضطروا يتفاوضوا باش ينسحبوا. ديك الساعه المتحدث باسم جبهه ازواد محمد مولود اعلن رسميا توصل الاتفاق خروج امين، وقال كيدال اصبحت حره تماما. والمشهد ديال الانسحاب ديال الروس كان كيوحي بالهزيمه مطلقه. الروس خرجوا في مواكب وسمحوا للمتمردين يدخلوا القاعده، وكيقولوا خلاو وراهم معدات ثقيله وثمينه بزاف بحال المدرعات الروسيه ومركبات صينيه كغنيمه. وكاين شي تقارير كتقول باللي الروس حرقوا المدرج ديال المطار باش ما يستعملوش المتمردين. وباش الفيلق الافريقي يحفظ شويه ديال الماء الوجه نشر فيديوهات كيبين فيها باللي دار ضربات جويه دمر فيها شي اليات ديال المتمردين، ولكن على الارض الروس هربوا وتراجعوا لمدينه تيساليت، وهذه كتعتبر اكبر هزيمه واختراق للمنظومه العسكريه الروسيه في افريقيا. ولكن السؤال الاهم واللي صدم الجميع هو كيفاش هاد المهاجمين قدروا يوصلوا لعمق العاصمه باماكو مدينه كاتين محصنه، وكيف قلت لكم فيها كيعيشوا الجنرالات وفيها مات وزير الدفاع. والجواب هو ان هذا الهجوم ما جاش على غفله، بل هو نتيجه ديال واحد الاستراتيجيه بداتها جماعه نصره الاسلام والمسلمين وكتسمى حرب الخنق الاقتصادي. الجماعه فهمت بلي مالي دوله ما عندهاش البحر، يعني ما عندهاش موانئ، وكتعتمد كليا على جيرانها السنغال والكوت ديفوار باش تجيب المحروقات والمصادر الطاقه. فشنو عملوا؟ فرضوا حصار تام على طرق الامداد خصوصا على سيكاسو خايس باماكو، وبداو كيحرقوا الشاحنات ديال الوقود وكيهدوا السائقين. والنتيجه كانت هي ازمه ديال امدادات الوقود اللي تراجعت ب 80%، وعاصمه باماكو غرقت في الظلام، السبيطارات حبسوا، المدارس سدت والاقتصاد تشلل تماما. وباش يواجهوا هذه الكارثه الرئيس غويتا كان عين جنرال سميتو فاموكي كامارا باش يقود العمليات العسكريه سميتها فوكاكيني. الهدف ديالها هو تامين طرق القوافل، ولكن هذه العمليه فشلت والمتمردين استغلوا هذا الفشل وحتى الغضب الشعبي باش يوجهوا الضربه العسكريه المباشره في هذه اليومين، يعني ضربوهم اقتصاديا حتى سخفوهم مزيان عاد دخلوا عليهم عسكريا. وفي هذا الهجوم اللي عملوا متزامن في باماكو كيدال غاو وموبتي الى اخره كان كيبين باللي كاين تخطيط لوجستي واستخباراتي عالي، وهذا الشيء كيفوق القدرات ديال الميليشيات المحليه. وهذا الشيء اللي خلى الفيلق الافريقي الروسي خرج بيان في منصه اكس كيدعوا فيه باللي هذا الهجوم شاركوا فيه بين 10000 حتى 12000 مقاتل، ووصفوا بانه محاوله انقلابيه مدعومه من المخابرات الغربيه. واكثر من هذا الشيء الروس ساهموا مرتزقه من اوكرانيا واوروبا باللي كانوا على الارض في غاو وكيدال كيقودوا الهجمات وكيوجهوا المتمردين. والبيان الروسي زاد اكد باللي المهاجمين استعملوا اسلحه غربيه متطوره وتحديدا صواريخ محموله على الكتاف مضاده للطيران بحال صواريخ ستينغر الامريكيه وصواريخ ميسترال الفرنسيه. واخا اوكرانيا خرجت تنفت هذه الاتهامات بشكل قاطع، الى ان المخابرات الاوكرانيه بقياده كيريلو بودانوف كانت
كانت دارت اجتماع في مارس 2026 وكانت علنت باللي الهدف ديالها هو تدمير مصالح الروسيه في افريقيا. وهذا الشيء اذا كان بصح راه دابا مالي ما بقاتش غير دوله كتحارب الارهاب، بل ولات ساحه معركه مفتوحه بين نيتو وروسيا، واوكرانيا هي اللي كتلعب دور راس الحربه الكبيره في افريقيا باش تستنزف بوتين، حيت غرضهم يقطعوا عليه الموارد اللي كيمول بها الحرب على اوكرانيا. وهذا الشيء طبعا اذا كانوا بصح ماشي غير كتبرر على الفشل والانسحاب ديالها من كيدال. اما الامين العام للامم المتحده حضر واحد القضيه اللي هي تاثير الدومينو الكارثي، واللي هو تحالف بين جبهه تحرير ازواد اللي كيمثلوا الطوارق الانفصاليين وبين جماعه نصر الاسلام والمسلمين تابعه القاعده. تخيلوا هاد الجوج كانوا اعداء وكيتطاحنوا بيناتهم، ولكن في هذا الهجوم توحدوا ضد الروس والجيش المالي، وهذا الشيء خلق رعب حقيقي في افريقيا. بمعنى الى سقطت مالي رسميا في هذا التحالف غادي تولي افغانستان افريقيا، وغادي يطيحوا من موراها الدول ديال تحالف الساحل بوركينا فاسو والنيجر اللي حتى هما كيعيشوا ازمات داخليه وعاجزين على حمايه حدودهم. وحتى المجموعه الاقتصاديه للدول الغرب افريقيا معروفه باكواس اللي مالي كانت انسحبت منها خرجت من العاصمه النيجيريه ابوجا بيان كتدعو فيه كل دول المنطقه للاتحاد والتعبئه العاجله لمواجهه هذا الخطر اللي ولا كيهدد حتى الدول الساحليه المستقره. وحتى الارقام كتزيد تاكد هذه الكارثه اللي اكثر من 1.5 مليون مالي مهددين بمجاعه حقيقيه و361 الف نازح هربوا من ديورهم. كخلاصه مالي اليوم كتدفع الثمن ديال سنوات من الانقلابات العسكريه وحتى على الاعتماد على مرتزقه اجانب بحال الفيلق الافريقي اللي ما قدروش يحميو حتى ريوسهم، فما بالك يحميو دوله. اغتيال وزير الدفاع، هروب الرئيس والانسحاب من كيدال، كلها مؤشرات بلي النظام في باماكو كيعيش ربما ايامه الاخيره. وطبعا الساعات القادمه غادي تكون حاسمه، ونشوفوا واش الجيش المالي غادي يقدر يدير هجوم مضاد ويسترجع هيبته، واش يقدر الروس يصيفطوا شي تعزيزات ضخمه، او لا غادي نشوفوا شي تقسيم ديال دوله مالي. وفي الاخير طبعا اعطيوني الراي ديالكم انتم كيفاش كتشوفوا هادشي.